السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب مدرسة دوحة المعرفة الخاصة طلاب الصف الثاني. اليوم سوف نقوم بشرح درس الطول والوقت أو ما يسمى بالمسافة المجتازة. أولا قبل البدء في الدرس يجب أن نتعرف على وحدات قياس الطول ووحدات قياس الوقت. وحدات قياس الطول هي عبارة عن الكيلو متر بيساوي 1000 متر، والمتر بيساوي 100 سنتيمتر، والسنتيمتر بيساوي 10 ملي متر. أما وحدات قياس الوقت فهي السنة بتساوي 12 شهر، والشهر به 30 يوما، واليوم بيساوي 24 ساعة، والساعة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، وهي مرتبة من الأطول إلى الأقصر: وقت طويل، وقت قصير. للسؤال الأول ظل الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. أي الوحدات القياسية التالية تستخدم في قياس الوقت؟ المتر أم الساعة، الكيلوغرام أم اللتر؟ طبعا الوقت نستخدم فيه الساعة. أي الوحدات القياسية تستخدم لقياس المسافة بين محافظتي مسقط والبريمي؟ المسافات الطويلة نستخدم فيها الكيلومتر أم الساعة، الكيلوغرام، اللتر؟ طبعا الكيلو غرام. الوقت مستغرق في تفريش أسنانك. تقوم بتفريش أسنانك في ثانية واحدة، 2 دقيقة، 2 ساعة، أم 15 دقيقة؟ طبعا ممكن أن يستغرق مننا عن طريق التخمين دقيقتين أو 2 دقيقة. رقم 4: أي الوحدات القياسية تستخدم لقياس طول المسطرة؟ المسطرة طبعا مقسمة إلى سنتيمتر أم المتر، كيلومتر، اللتر؟ نجد أن المسطرة مقسمة إلى سنتيمترات. يعني وضح ما إذا كانت العبارة التالية منطقية أم غير منطقية. ما معنى كلمة منطقية؟ منطقية معناها أنها ممكن أن تحدث، غير منطقية لا يمكن أن تحدث. يمكن للطائرة الورقية أن تطير لمدة 10 ساعات على الأقل؟ طبعا ده شيء غير منطقي. يمكن للطائرة بوينغ أن تطير المسافة 50 سنتيمتر على الأكثر؟ طبعا شيء غير منطقي لأنها مسافات بعيدة جدا، تطير لمسافات بعيدة جدا. رقم 3: يمكن للطائرة الورقية أن تطير لمدة 30 ثانية؟ طبعا منطقي، ممكن أن تطير لمدة 30 ثانية. ده علامة أكبر أو أصغر أو يساوي: 1 ساعة أكبر أم ربع ساعة؟ طبعا 1 ساعة. ربع ساعة أكبر أم نصف ساعة؟ طبعا ربع ساعة أقل من النصف ساعة. نصف ساعة وربع ساعة مين الأكبر؟ معنى هنا نصف ساعة. 30 دقيقة، 25 دقيقة، طبعا 30 دقيقة هي الأكبر. نفتح مع بعض كتاب التلميذ على درس الطائرات الورقية. رمى سعيد الطائرة لمسافة 1 متر، ورمت عائشة الطائرة لمسافة 3 أمتار، ورمى خالد الطائرة لمسافة نصف متر. دي بتكون الرمية الأولى. فأي طائرة قطعت المسافة الأطول؟ ننظر إلى الصورة فنجد أن طائرة عائشة. قام التلاميذ برمي الطائرة مرة أخرى. قطعت طائرة عائشة مسافة نصف متر، وقطعت طائرة سعيد مسافة 1.5 متر. قطعت طائرة خالد مسافة 2 متر. أي طائرة قطعت المسافة الأطول في هذه المرة؟ في الرمية الثانية هي طائرة خالد، هي المسافة الأطول. ما المسافة الإجمالية التي قطعتها كل طائرة؟ نقوم بجمع المسافتين أو المسافتين التي قطعها كل طالب: عائشة لحالها، وسعيد لحاله، وخالد لحاله. فننظر إلى عائشة أولا. في المرة الأولى فبيكون 3 متر زائد نصف متر، فيكون الناتج 3.5 متر. أما خالد 50 سنتي زائد 2 متر، فيكون
2.5 متر، 2.5 متر. أما سعيد 1 متر زائد 1.5 متر فيكون 2.5 متر. قم بجمع المسافات فتكون 3.5 متر، 2.5 متر، 2.5 متر. أي طائرة قطعت المسافة الأطول؟ طبعا في الثلاثة بتكون مين؟ طائرة عائشة، لأنها قطعت المسافة الأطول. أي طائرة ستستخدم إذا كنت ستدخل سباقا للطائرات؟ تستخدم طائرة مين؟ تستخدم طائرة عائشة. طب ولماذا؟ لأنها سريعة، أي قطعت مسافة أطول. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.